السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنشوف ازاي ممكن نعمل دبدوب بسيط خالص كده على بلندر علشان نعرف منه الفكرة العامة ازاي ممكن نعمل فر او فرو او شعر للدبدوب او لأي حاجة تانية احنا محتاجينها. فخلينا نبدأ على طول، بس قبل ما نبدأ بفكرك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا نبدأ. اول حاجه هنبدا بيها هتكون هي الموديلنج بتاع الدبدوب نفسه، فهروح على الكيوب ده وهعمل اكس وديليت، وبعدين هروح اعمل اد مش وهعمل راوند كيوب. لو مش عندك راوند كيوب ده ظاهر هنا، كل اللي هتحتاج تعمله ان انت هتروح لاديت وبعدين preferences، وبعدين من هنا من الاد اونز من السيرش هتكتب اكسترا وهتلاقي هنا اد مش اكسترا اوبجكتس. مجرد ما تعلم عليها ان هي يبقى عليها صح زي عندي كده هتلاقيها ظهرت عندك في القائمه بتاعت اد. فهنعمل اد مش راوند كيوب، وبعدين هنفتح القائمة الصغيرة دي هندوس عليها دوسة كده بزرار الماوس الشمال، ومن أول قائمة عندك هنا اوبريتور بريسيتس دي هتدوس عليها وهتعملها كواد سفير. هتلاقيها قلبت عندك زي الكورة كده. هنقفل ده خلاص مش محتاجينه، وهنيجي على الكورة دي وهعمل اس زد علشان اكبرها بس على الزد اكسس حاجة زي كده. خلينا نعمل جي زد وارفعها فوق الارض، وبعدين هاجي كده من الجنب وهعمل اس اكس عشان اخليها مبططة شوية بالشكل ده. بعد كده هعمل كنترول اي وابلاي سكيل، وبعدين هروح تاب علشان اروح للاديت مود، وهتاكد ان انا على الفيس سيلكت وهختار الاربعه فيسز اللي في النص دول، وهاجي كده وهفتح البروبورشنال اديتنج. بعد كده هعمل جي زد علشان انزلها لتحت شويه بالشكل ده فيبقى عندي حاجه زي كده. بعد كده هاجي من تحت هعمل نفس الحركه، هختار الاربعه فيسز اللي تحت دول وجي زد وهرفعها لفوق شويه. وطبعا لو محتاج ان انت تغير تاثير البروبورشنال اديتنج كده شويه، بعجله الماوس بتسكرول اب او داون علشان تتحكم في تاثير البروبورشنال اديتنج. بعد ما خلصت هعمل حاجه زي كده هروح تاب على الاوبجكت مود، وطبعا كليك يمين وشيدز مود. وخلي بالك ان المش اللي انت بتعمله او الموديلنج اللي انت بتعمله بيفرق بعد كده في شكل الفرو او الشعر اللي انت هتعمله للعنصر بتاعك او للتصميم بتاعك. تمام، ما تنساش طبعا مع كل خطوة ان انت تعمل كنترول اس علشان مجهودك ما يروحش على الفاضي لو البرنامج ضرب منك في اي وقت، خصوصا انه مع الشعر او الفرو احتمالية ان هو يضرب كبيرة مش صغيرة. بعد كده هعمل الايدين بتاعت الدبدوب، فهروح اعمل اد مش وممكن اعمل راوند كيوب كمان، وهو هيبقى عندي بنفس الاعدادات اللي انا لسه عاملاها عليه دلوقتي. فمجرد ان انا هعمل جي زد وجي واي بس هجيبه كده عشان اشوف انا بعمل ايه، وبعدين خليني اعمل اس شيفت زد علشان اصغره على الاكس والواي اكسس مره واحده وما يصغرش على الزد اكسس. فهعمل حاجه زي كده، وبعدين هاجي من الجنب وهعمل اس اكس عشان بس اخليه برضو يكون مبطط شويه زي كده عشان يبقى شكل الدراع. وممكن تخليه بالسهم كده او ممكن ترفعه شويه براحتك، وبعدين كنترول اي وابلاي سكيل. بعد كده هعمل ار اكس علشان الفه حاجه زي كده، وجي واي وهلزقه في الدبدوب بتاعي بالشكل ده. ممكن ارفعه لفوق شويه بسيطه زي كده، ونفس الكلام كليك يمين وشيد سموث. بعد كده هقف على الدراع ده وهروح على الموديفايرز وهعمل اد موديفاير، هعمل ميرور موديفاير. من الميرور اوبجكت دي هختار الاي دروبر دي وهختار الجزء اللي في النص عشان اقول له اعمل لي نسخه او ميرور للشكل ده على الناحيه الثانيه من الشكل اللي انا اخترته. فانت بتختار الشكل اللي في النص اللي انت عاوز الميرور تتعمل عليه. بعد كده هنا عندي مفيش حاجه حصلت عشان هو معمول على الاكس اكسس، فانا هروح على الواي وهلغي الاكس، فبكده بقى عندي نسخه ثانيه من الدراع بنفس الشكل بالظبط. كنترول اس علشان نعمل سيف، وخلينا نعمل الرجلين. فهعمل اد مش المرة دي هعمل كيوب عادي وهعمل اس واصغره حاجة زي كده جي زد وجي واي طبعا ونظبطه بس مكانه. بعد كده كنترول اي عشان نعمل ابلاي سكيل، وهروح تاب على الاديت مود وانا على الفيس سيلكت هختار الفيس دي وهعمل جي اكس وهشدها. خلينا كليك يمين نكنسل. اتاكد ان انت تلغي البروبورشنال اديتنج الاول علشان ما يحصلش المشكلة اللي حصلت معايا دي من شوية. وبعدين هتعمل جي اكس وهتشده حاجة زي كده مثلا، وبعدين هاجي من هنا هعمل كنترول ار وهعمل لوب كات واسحبها هنا عشان اعمل رجل الدبدوب من فوق، وهعمل كنترول ار كمان وهرجعها لورا بس دي علشان تسبورت الشكل بتاعي. بعد كده هروح على الفيس سيلكت واختار الفيس دي وهعمل ايه عشان اعمل اكسترود، وهو لوحده هيعمل لي لوك على الزد اكسس. فهرفعها لفوق حاجة زي كده وهعمل اس عشان اكبرها بس شوية بسيطة بالشكل ده. بعد كده هرجع على الاوبجكت مود
وهروح من الموديفايرز اعمل subdivision surface modifier او الشورت كات بتاعها ان انت تعمل كنترول 2 من الكيبورد وهيعمل لي هو السبديفيجن سيرفيس موديفاير بالشكل ده. هروح ارفع الليفلز فيو بورت. بعد كده هروح اعمل كليك يمين وشيد سموث، وممكن لو انت مش عاوز الرجل يبقى شكلها كده من هنا تروح تاب على الاديت مود وتعمل كنترول ار وتسحبها حاجة زي كده لغاية الشكل اللي انت عاوزه. ودي لو عايزين نكبر الجزء ده شوية فممكن اروح على الفيس سيلكت واختار الفيس دي واعمل اس واكبر الرجل بتاعة الدبدوب شوية من هنا بالشكل ده. وممكن اصلا ارفعه لفوق شوية جي زد، يعني حسب ما انت حابب شكله. خليني اعمل جي زد وخليني اجيبها جي اكس حاجة زي كده. تمام. بعد كده هنعمل نفس الكلام اللي عملناه من شوية. هروح على الرجل دي وهعمل add modifier وهعمل mirror modifier ونفس الكلام هختار الجسم بتاع الدبدوب وهحطه على الواي اكسس والغي الاكس اكسس علشان يبقى عندي نسخة جنبها بالشكل ده، ودي تبقى الرجلين بتاعت الدبدوب. اخر حاجة هحتاج ان انا اعملها تكون الراس بتاعت الدبدوب، فهعمل add mesh UV sphere المرة دي وهعمل جي زد وارفعها لفوق زي كده. وبتبقى الدباديب شكلها حلو وهي راسها كبيرة شوية عن جسمها، فانا هخلي الراس كبيرة بالشكل ده بس مجرد ان انا هظبطها. فهعمل اس اكس حاجة زي كده واس زد حاجة زي كده شكلها لطيف. ممكن اعمل جي زد وانزلها لتحت زي كده. اس واي ممكن اصغرها شوية وكليك يمين وشيد سموث. بعد كده عشان اعمل الودان بتاعة الدبدوب ممكن اخد نسخة من دي، فهعمل شيفت دي زد وارفعها لفوق، سكيل اصغرها خالص، وبعدين هعمل اس اكس واصغرها. بعد كده هعمل اس زد واصغرها شويه على الزد اكسس بالشكل ده بكنترول اي وابلاي سكيل طبعا. وبعدين جي زد وهبدا احطها في مكان الودن كده جي واي، وبعدين ار اكس والفها بالشكل ده واخليها في مكان الودن بالشكل ده. ممكن اكبرها شويه سكيل عشان يبقى شكلها لطيف كده، كنترول اي طبعا وابلاي سكيل. ونفس الكلام اللي احنا اتعودنا عليه هنروح نعمل ميرور موديفاير ونختار جسم الدبدوب ونخليها واي ونلغي الاكس وكنترول اس علشان نعمل سيف. بعد كده ممكن اجي على وش الدبدوب واروح تاب على edit mode وممكن اختار مثلا شوية faces كده من النص وافتح proportional editing وخليني اعمل لها جي اكس واصغر التأثير كده بتاع proportional editing علشان ما يبقاش مدور قوي كده من الوش. الفيرتكس select واختار بس الفيرتكس اللي في النص دي وجي اكس كده افضل، واعمل حاجة زي كده مثلا. وبعدين اروح على الفيس select واختار الفيسز دول واعمل جي اكس عشان يبقى الجزء بتاع البق بتاع الدبدوب واطلعه لقدام حاجة زي كده. ممكن اقلل شوية. تمام. وممكن اروح على الفيرتكس سيلكت واختار الفيرتكس اللي في النص دي واعمل لها لوحدها جي اكس كده عشان انا اعمل تأثير شوية. كليك يمين وشيد سموث. ولو احتاجنا عشان انا شايفة ان ده بدأ يأثر على المش شوية فممكن نعمل كنترول 2 عشان نعمل subdivision surface modifier ونعمل له apply من هنا. بعد كده هنعمل الملامح بتاعة الدبدوب سريعا، فهعمل add mesh UV sphere جي زد واس وهصغرها خالص زي كده جي زد، وهبدأ أظبطها بنفس الطريقة اللي أنا عملت بيها الحاجات التانية قبل كده. اس اكس عشان أصغرها على الاكس اكسس، كليك يمين وشيد سموث، وهبدأ أشوف فين المكان اللي أنا عاوزة أحطها فيه بالظبط في وش الدبدوب. وبعدين ممكن برضو أعمل ميرور موديفاير نفس الكلام عشان أتأكد إنها تكون بالظبط مظبوطة في نفس المكان. وبعدين هعمل add mesh كيوب علشان نعمل للدبدوب بتاعنا الحواجب بتاعته. سكيل جي زد، سكيل جي اكس واجيبه لقدام جي واي، وبعدين هعمل اس واي عشان اعمل له سكيل على الواي اكسس ار اكس وهعوجه شويه حاجه زي كده. وبعدين هعمل اس زد زد علشان اصغره على الزد اكسس بتاعه العنصر بتاعي نفسه مش بتاع الورلد، فبتدوس زد مرتين لما بتعوز ان انت تعمل حاجه زي كده. ونفس الكلام اس اكس اكس واصغرها حاجه زي كده عشان اتاكد ان مش هيحصل اي خلل في الشكل. بعدين جي اكس وهرجعها لورا عشان تبقى لازقه في وش الدبدوب. كنترول اي وابلاي سكيل طبعا. خلينا نجيبها جي واي كده شويه. ونفس الكلام طبعا الميرور موديفاير اللطيف بتاعنا ونفس القصه اللي اتعودنا عليها. بعد كده نعمل مناخير الدبدوب
ممكن نعمل لدي الاول جي اكس حاجه زي كده، واعمل لها ار واي عشان اعمل لها روتيت شويه تبقى واخده نفس الاتجاه بتاع وش الدبدوب بتاعي، حاجه زي كده. كنترول اس. نفس الكلام ممكن اعمله للحواجب ار واي بس حاجه بسيطه خالص زي كده. ممكن نوسع دي شويه، خلينا نعمل جي واي وابعدها شويه حاجه زي كده. كنترول اس. وبعدين اروح اعمل مناخيره، فهاخد من دي شيفت دي زد عشان اخد منها كوبي. طبعا الميرور موديفاير موجود فهقفله من هنا، وجي اكس وهطلعها لقدام. وبعدين المرة دي هعمل لها اس واي عشان اكبرها زي كده، واس هصغرها شوية جي واي. بعدين هروح على وش الدبدوب. انا بيتهيألي ان انا لو مسكت دول كده، خلينا على الفيس سيلكت وعملت جي زد هيبقى شكله ألطف. أرفع بقه لفوق شوية، يعني ممكن حاجة زي كده يكون شكلها لطيف. واختار شوية فيسز كده من على جنب، أو ممكن خلينا نختار كام فيرتكس كده، وهنبدأ نحاول ان احنا نعمل له خدود. فهمسك فيرتكس من هنا وشيفت، وهمسك فيرتكس كمان من الناحية التانية مثلا اللي تقابلها، او خلينا مثلا نمسك حاجة من هنا ونعمل جي اكس حاجة زي كده لطيفة علشان نعمل له شكل خدود شوية. تمام كده بقى شكله لطيف. وممكن نعمل له بق بسيط كده، فنعمل له add curve ونعمل nerves curve. بعدين نعمل RZ 90، بعدين RZ 180 و RY 90. وبعدين أبدأ أظبطه scale GX GZ. وبعدين أروح تاب على الاديت مود واختار النقطتين دول واعمل جي زد. خلينا نقفل proportional editing واعمل جي زد وارفعهم لفوق حاجه زي كده، نظبط الابتسامه زي ما احنا حابينها. بعد كده هاجي من هنا من الكيرف، من الداتا هنا بتاعه الكيرف، وهنزل لغايه لما الاقي بيفل، ومن الدبث هكبرها شويه حاجه زي كده، وهروح اعمل فيل كابس علشان يقفل لي البق ده من الجنب بالشكل ده. وبعدين هظبطه مكانه. خلينا نعمل object set origin to geometry وأظبط البق مكانه، ونفس الكلام اللي عملناه نعمل ry. وكده بقى واخد نفس الميل بتاع البق عندي. كنترول اس عشان اعمل سيف. ممكن اجيب الرجل دي اعمل لها جي واي اوسعهم بعيد بس عن بعض شويه كده. ممكن نعمل جي زد وارفعهم لفوق بالشكل ده. تمام. ممكن امسك كل دول ما عدا الجسم وجي زد وانزلها لتحت شويه. ممكن امسك الودن بتاعته دي واعمل شيفت دي اكس واخد منها نسخه كده، واعمل اس واصغرها وجي اكس، والجزء ده يبقى جوه ده كده علشان بعد كده هدي لون للجزء اللي في النص ده واديله فرو او شعر غير الجزء اللي ورا. فهعمل حاجه زي كده، ونفس الكلام هعمله هنا عند بطن الدبدوب كده. هعمل شيفت دي اكس وهعمل اس عشان اعمل لها سكيل، وهخلي الجزء ده يبقى بس في نص البطن كده بتاعت الدبدوب. ممكن اعمل له اس اكس كده لو انا مش عايزاه منفوخ قوي، واعمل جي اكس، يعني انت بتظبطه برضو براحتك. ممكن امسك الدبدوب ده نفسه اعمل اس اكس واصغر الجزء ده عشان ادي مساحه للجزء التاني جي اكس. وخلي بالك ان كده كده التفاصيل دي كلها الفرو هيغطيها، فانت مش محتاج تقلق منها قوي. تمام. ممكن نعمل اس برضو ونصغرها شويه. تمام. وممكن اعمل نفس الكلام في الرجلين، فممكن اخد نسخة من دي شيفت دي زد وجي اكس واسحبها لقدام كده. خلينا نعمل لها ار اكس ونلفها كده جي زد ونظبطها بس في مكانها. وممكن اعمل اس زد وجي زد وجي اكس وارجعها لورا. ممكن اعمل لها ار واي واظبطها على الدوران بتاع رجل الدبدوب جي واي واجيبها كده كنترول اس واعمل سيف. وبكده نكون خلصنا جزء الموديلنج بتاع الدبدوب تماما، ومش هيتبقى غير ان احنا نعمل الفرو او الشعر بتاع الدبدوب. الحاجة الاخيرة اللي انا نسيت اعملها ان انا نسيت اعمل لده subdivision surface modifier، فهروح واعمل كنترول 2 واعمل سكيل شوية للحواجب وكليك يمين وشيد سموث. كنترول اس عشان اعمل سيف، وكل حاجة غيرت السكيل بتاعها. هحتاج ان انا اروح اعمل لها كنترول A عشان نعمل ابلاي سكيل، وده هيفرق معانا في الشعر اللي احنا هنعمله طبعا.
ممكن نسلكت كل حاجة ونعمل كنترول اي وابلاي سكيل مرة واحدة، كنترول اس عشان نعمل سيف، وبكده نكون خلصنا جزء الموديلنج بتاع الدبدوب نفسه. وخلينا نكمل في الفيديو اللي جاي علشان ما اطولش عليكم قوي. ففي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشوف ازاي هنعمل الفرو بتاع الدبدوب. فبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.